تعالوا بقى النهارده كده هنعمل وصفة حلوة جدا، رز مبهر بالدجاج وكمان كله كده في حلة واحدة. طبعا كلنا تعبنا من كتر وقفة المطبخ، قلنا بقى نعمل حاجة النهارده كده سهلة وبسيطة وهتبقى كمان جميلة جدا على السفرة، وتكفي تقريبا 5 أفراد أو 4 أفراد، يعني تبقى ممتازة. شايفين بقى شكلها مع حبة فلفل حامي كده، وعليهم رشة كده من البقدونس أو الكزبرة المتاح عندك. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه معايا هنا كده نص كيلو صدور متقطع قطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا التتبيله سهله جدا، مش هنضيف عليه غير معلقه صغيره من الملح ومعلقه من البابريكا المدخنه، طبعا بتدي طعم حلو. وكمان هنضيف عليها معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، وعليهم رشه صغيره من بهارات الفراخ، مش اكتر من كده. هجيب بقى هنا كده عندي حله هنضيف فيها زيت زيتون او معلقتين سمنه. تمام، اول ما يسخنوا كده خالص هنزل على طول بالفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقلب بقى الفراخ معايا لغايه اما تاخد كده تحميره خفيفه مع السمنه او الزيت اللي انتي حطاه. شايفه هي ما استوتش كامل طبعا، هي يا دوب هتدخل في السوا. فهبدا بعد كده اشيلها، شايفين بالشكل ده. خلاص هشيلها احطها كده في البوله، وبعدين بقى مكانها كده هضيف باقي المكونات الباقيه. شايفين بقى كده. هنزل بقى هنا ببصلايه كده كبيره متقطعه جوليان بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعدين هنزل معايا كمان بفص ثوم متقطع برضو شرايح صغيره، وهبدا اقلب كده كويس البصل مع الثوم لغايه اما بس ياخد كده تتبيله يدبل كده شويه. وبعدين هنزل كمان بفلفلايه كبيره خضره متقطعه قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين. ويستحسن بقى لو في فلفل احمر كان ممكن كمان فلفلايه حمرا كبيره، هتدي طبعا لون حلو جدا. بس الفلفل الاخضر حلو برضو شغال يعني، مش وحش. لو ما عندكيش ده يبقى دم. هقلب كده شويه لغايه اما الاقي برضو فلفل ابتدى يدبل، هنزل بقى بمعلقه صلصه كبيره وهقلب بالشكل ده كده لغايه بقى كده ما تحس ان الصلصه خلاص اتسبكت مع البصل والفلفل. هنزل بقى بالفراخ اللي احنا شلناها اللي كانت مستويه نص التسويه، وهبدا اديها تقليبه كده كويسه معاها زي ما انتم شايفين اهو. وهنزل بقى هنا بكوبايتين من الرز البسمتي مغسول ومتصفي، وهقلب كويس جدا كده تقليبه. طبعا كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه، تمام، البسمتي. فهنزل دلوقتي كده بلتر من الميه السخنه، لازم تكون ميه بتغلي، وحطيت كده معاهم قرن فلفل حامي، طبعا ده اختياري. شايفين بقى ده شكله بعد ما استوى وغرفناه بالشكل الجميل ده. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.